يا اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ عارفين لعبة الايكيدو؟ الايكيدو دي لعبة، هي المفروض هي ضرب او فايتنج، قتال. بس هي بتعتمد على ان انت بتستخدم الانرجي بتاعة اللي قدامك، طاقة اللي قدامك. فانت لما تستخدمها انت مش بتبذل مجهود كبير، لكن انت بتستخدم دفعته تجاهك في انك تشده، تحول للطاقة بتاعته اللي هو جاي بيستخدمها دي عشان يضربك او يقتلك، يعني في انها تخلي الطاقة دي ضده هو. يعني هو جاي يضرب فانت تروح شده فهو يروح واقع. هسيب لكم فيديو في اخر الفيديو، مقطع كده عن الايكيدو بحيث تفهموها اكتر. طب انا ليه بتكلم عن اللعبة دي؟ البوست اللي نزلته كان اعادة نشر على كل نفسك قبل ما حد ياكلك، بتاع احمد مهم. المهم، فكل نفسك قبل ما حد ياكلك ان انت استخدم الطاقة دي اللي جواك او المشاعر اللي جواك تجاهك وفي مصلحتك مش ضدك. زي مثلا العند، اعند مع العند عشان ما تعندش، اتعصب على العصبية علشان ما تتعصبش. فالناس ما فهمتهاش، او في ناس او خاف من الخوف نفسه فتبدأ ما تخافش. الناس ما فهمتهاش، وهي تريكي برضو شوية، يعني عشان اكون صريحة وامين. هي تريكي في انه ما تتعصبش من عصبيتك، لان انت كده هتضربها في اتنين. الله، طب انا لو اتعصبت من عصبيتي هضربها في اتنين. طب امال انتي بتقولي ازاي كل نفسك قبل ما حد ياكلك وان انا اتعصب على العصبية؟ هنا الفكرة في انك تستخدم الطاقة اللي موجودة عندك لصالحك مش لضدك. فكرة العصبية هي فورة في جسمك، طاقة في جسمك عايزة تخرج. هي تخرج في صورة حزم، مش في صورة انفجار. المسألة ان انا حاسس بالشعور اللي بيخلي الشعور ان هو يبقى في ادارتي، مش هو منفلت مني. وعي بيه ان انا حاسس بكذا، حاسس بكذا في جسمي، حاسس بيه بكم من 10، مؤثر على جسمي ازاي، بأقر وجوده وبقبله. لما بعمل العملية دي ببدأ هنا في اللحظة دي، طيب هو عايز يفيدني، يعني هو جاي المصلحة. لو انا خايف من شيء فهو الخوف ده عايز، انا خايفه الكوبايه دي تقع، فانا خايفه الكوبايه دي تقع، فالغرض منها ان انا ادخلها جوه عشان ما تقعش من على المكتب. فالخوف جاي عشان يديني نفع، فالهدف اني اخاف الكوبايه تقع، اني احافظ على الكوبايه. فانا لو فضلت واقف خايف 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 وما باخدش اكشن، هو الخوف عايزني اخد اكشن، وفي الاخر بعد كده يقول سلام عليكم. فايه الاكشن اللي انا المفروض انفذه؟ طب استثمر طاقه الخوف ازاي؟ في انه اخاف ان انا ما انفذش، فتركيزي كله على ايه اللي انا محتاجه انفذه، ايه اللي انا محتاجه انفذه، فانا هقوم انفذه عشان اطمئن. فيبقى لغه الحوار بيني وبين نفسي انعكست. استخدمت طاقه الخوف في انه هي عايزه تديني رساله. ايه الرساله اللي انت عايزاها؟ انا هستثمرك عشان اركز انا عايزه احافظ على ايه، وهبدا اندمج واركز على الحاجه اللي انا عايزه احافظ عليها او الخطوه اللي انا عايزه اخدها. كده انا اكلت نفسي قبل ما حد ياكلني، بدل ما خوفي يفضل مكلبشني مكاني. انا لو فضلت خايفه اعدي الشارع عمري ما كنت عديت شارع، لكن خوفي مش منعني ان انا اعدي الشارع. هو جاي يقول لي عدي لكن بحذر، عدي بانتباه، عدي وانت مركز، ما تعديش بسرعة لا تقع، عدي بسرعة متوسطة وشوف العربية اللي بينك وبينها مسافة قد ايه. فهو عايزني احسب الامر، يبقى هو ده اللي انا محتاجة اركز عليه. طب العصبية هي جاية اما وراها غضب، اما وراها حد كسر حدودي وده الغضب، او ان انا متعود اعبر عن نفسي بالعصبية لان دي استراتيجي مربوطة في دماغي ان انا كده هتسمع. يبقى الغرض دلوقتي منها ان انا اتسمع، الغرض منها ان انا احط حدود، الغرض منها اني اكون واضح واوقف اللي قدامي عند حده، الغرض منها ان انا اعبر عن اللي جوايا. فاستخدم الطاقة دي بصورة حاسمة، فيها حسم، فيها وضوح، احطها على الترابيزة. انا عايزة اوضح اهميتها للي قدامي، فهو ده الغرض. فانه انا بستخدم الطاقة دي مش ان انا اخليها منفلتة، لا، لكن ان انا اوضح ان انا في حاله حزم دلوقتي. الحته دي ما تدوسش عليها تاني، الحته دي خط احمر، الحته دي بتضايقني. انا دلوقتي حاسس بكذا وبكذا لانه انا سمعت كذا، فده وصل لي معنى بكذا. بوضح الحال سواء مع نفسي او مع الاخر لو في مساحه امنه ان انا اعبر عن المشاعر دي. الخطوه الاولانيه زي ما قلتها في الاول، انك ادرك المشاعر اللي عندك. انا حاسس بايه؟ مجرد ما انت تدركها
وتعترف بيها، تقر وجودها، تحترم وجودها. ابدأ شوفها انت حاسسها فين في جسمك، مغيرة ايه في جسمك، حاسسها كام من 10. لما تبدأ تدرك الماهية دي كلها وتقر وجودها وتديها الحق، تبدأ تسألها انت هنا عشان تديني رسالة بايه، انت عايزة تفهميني ايه، انت عايزاني اعبر عنك ازاي. ابدأ اخد الرسالة دي والطاقة دي لصالحي بقى. لو انا شخص بيعند مع نفسه، اما اجي اعند انا مش عايزة اذاكر، انا مش عايزة اعمل حاجة، اوكي طيب انت الطاقة دي بدأت تتعبك، بدأت مش قادر تعمل حاجة خالص من كتر ما انت بتعند مع كل حاجة، مش عايز اسمع كلام حد، مش وانت نفسك بقيت تعبان منها. فلما تشوف طاقة العند، طب ما انت بتعرف تعند. طيب العند عايزك تعمل ايه؟ عايزك تقول انا هنا، انا ليا رأي. طب ما انا عايزة اذاكر وشايف ان طاقة العند دي اثرت عليا بالسلب، فانا هعند مع هذه الطاقة. انتي موجودة علشان عايزة تحميني، تعالي احميني باللي انا شايفه. فلما تيجي كطاقة تعود ان انا متعود اعند واقول لا لا لا، عفوا لا لا، فانا اقولك لا استني، بتكلم من نفس جنس اللغة لكن بستخدم الطاقة ليا انا، لصالحي انا. لا استني، انتي عايزة تفيديني، انا مش عايزة اقول اللا للا، فانا بقولك انتي لا استني، ما تنفذيش، استني شوفي انا عايزة ايه، مش انتي عايزاني اعمل اللي انا عايزه، طب شوفي ان انا عايزه ايه. هنا مجرد ان انا بقلب الحوار لصالحي. مسألة تمرين، لو قعدتوا مسكتوا الفيديو ده بس كتبتوا الخطوات وراكم، ان انت تستخدم من جنس اللغة اللي جواك. انا خايف، فانا خايف ان انا ما نفذش الخطوات دي، فانا هركز على ان انا اركز الخطوات، او اركز على ان انا انفذ الخطوات. استخدم من جنس اللغة اللي موجودة، ما تحاولش تغيرها من اول مرة. وفي نفس الوقت خلي بالك ما تخافش من الخوف فتضرب الخوف في 10 أو في 2. ما تتعصبش على عصبيتك، يعني ما تزودش الحالة، لا أنا بستخدم الطاقة الموجودة وبكلم نفسي من جنسها علشان السيستم ما يحسش باختلاف، ما يحسش ان هو حاجة غريبة كده. انت مرة واحدة اللي هو اهدى، لما حد يقولك وانت في عز عصبيتك اهدى، غالبا هتضربه بالقلم. اهدى انت. فلكن اللقطة انا مقدر اللي انت فيه، معاك حق في اللي انت فيه، استنى، احنا عايزين نوضح موقفنا، بتتكلم من جنس الطاقة اللي هو حاسسها، بتتبناها. فلما تتبناها وتعبر عنها وتبدأ تستخدمها لصالحك، هو ده. كل نفسك قبل ما تاكل، قبل ما حد ياكلك.